اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسمهان من صغرها كان نفسها تتجوز، ما كانش عندها هدف غير الجواز. رغم انها متعلمة وشغالة، اتعرفت على شاب اسمه عزيز، دايما بيقف على ناصية الشارع بتاعها. وفي مرة وهي بتتكلم معاه شافها والدها اللي اسمه حمزة، قرب منها ومسك عزيز من دراعه ووجه لها الكلام وقال لها: بتعملي ايه يا بنت؟ ومين ده يخرب بيتك؟ احنا علمناكي وكبرناكي لحد ما بقى معاكي شهادة وبتشتغلي علشان تتعرفي على تقاوي شباب. انا اقول عقلك فين؟ طلع عقلك مع ابو شعر واقف ده. وضرب عزيز في وسط الشارع. عايز من بنتي ايه يا ولد انت؟ انا عايزه اتجوزها يا عمي، انا نيتي خير. تتجوزها؟ تتجوز ايه؟ معاك فلوس؟ عندك شقة؟ معاك ايه انت علشان تتجوز؟ تعرف ايه عن الرجولة علشان تتجوز بنتي؟ اسمهان اتكلمت وقالت: بابا هدي اعصابك، سيبه يا بابا. ساب عزيز ومسك دراعها واتكلم بغضب: اهدى اهدى واهدي اعصابي، اتفضلي قدامي. وداها على البيت، واول ما دخل زقها: ام اسمهان تعالي شوفي عمايل بنتك الوحيدة اللي دلعناها فبوظناها. خير في ايه؟ ايه اللي حصل؟ ما تنطقي يا بنت. اسمهان كانت بتعيط وكانت بتترعش. حمزة اتكلم وقال: علشان رفضنا الواد اللي اسمه عزيز اكتر من مرة، علشان ما يستاهلهاش، بقت بتكلمه من ورانا وفي الشارع كمان. تاني عزيز يا اسمهان يا بنتي، ده مش مستواكي خالص. انت حاجة وهو حاجة تانية. اتجوزي يا بنتي اللي يستاهلك، ده لا عنده شقة ولا فلوس ولا حتى بيفكر يشتغل. تعملي في نفسك كده ليه؟ هو عايزني، انا مش عايزة شقة ولا عايزة فلوس. هو شاريني وجه يتقدم اكتر من مرة. شريكي؟ انت واعية للي بتقوليه؟ انا علمتك وكبرتك لحد ما اشتغلتي علشان لما تيجي تتجوزي ده. انت واعية لقرارك؟ يا بنتي عايزة تتجوزيه ده ازاي؟ احنا بنرفضه علشان مش لايق ولا حتى يناسب ليكي. سكتت وخافت ترد. حمزة خد نفس عميق واتكلم وقال: وارثي سمعتي يا بنتي، انا شايف ان ده ما يناسبكيش ولا يستهلك، لكن الواضح انك شايفة غير كده، لدرجة انك بتقابليه في الشارع ولا همك سمعتنا ولا سمعتك. هو مادام ده قرارك انك تختاري تعاستك ومتمسكة بيها، فتمام يا بنتي، خليه يجي يتقدم. بلغيه اني مستنيه النهاردة هو وعيلته علشان يتقدمولك يا موكوسة. لكن بقولك ايه، من دلوقتي انت اخترتي الطريق ده بإرادتك. انت عندك 32 سنة، يعني مش صغيرة. انا مش موافق وشايف انك هتتعبي وهتندمي، لكن مع الأسف الغشاوة خلاص اتحطت على عينيكي. اتجوزيه، ربنا يعينك على نفسك ويصبر قلبي على خيبة أملي فيكي. أنا هعمل آخر مهم ليا ناحيتك وهجوزك، مع إني مش راضي. وسابها ودخل أوضته وهو موطي راسه. مراته دلال دخلت له: مالك يا أخويا موطي راسك ليه؟ معاش اللي يحني راسك. استنيت تقول لأ مش هتجوز، لكن يا خسارة تعبنا يا أم أسمهان. هدي أعصابك يا أخويا، تعمل اللي هي عايزاه، ما تتعبش قلبك معاها، ده قرارها، صحتك بالدنيا. كل واحد بيعيش نتيجة اختيار، وبنتك كبرت ما عادتش صغيرة. أهم حاجة صحتك يا أخويا، صحتك بالدنيا. ربنا يبارك لنا فيك يا رب. نملك يا أخويا شوية وكل حاجة هتتحل. تعبنا في تربيتها يا دلال، شلنا من بقنا علشان نأكلها، تعبت علشان أوفر لها، وبعد كل ده تتجوز عزيز يا دلال؟ إن شاء الله تتجوز معزة يا أخويا، ده اختيارها، تستحمل بقى. علمناها وكبرناها، البت في سن عارفة فيه الصح من الغلط، ومدام شايفة إنه جوازها من عزيز حلو تشرب بقى. إحنا عملنا اللي علينا وبزيادة كمان، ما تتعبش قلبك، الهداية دي بتاعت ربنا يا أخويا. نعم بالله يا دلال، مش هقولك من هنا ورايح يا أم أسمهان علشان ما افتكرش أسمهان وعمايلها. سيبك انت من الكلام ده يا أخويا، أنا هقوم أعمل لك كارع يقوي قلبك. سابته ودخلت أوضة أسمهان وزقتها بغضب: عايزة تموت أبوك يا بنت؟ أعمل إيه يا ماما؟ بصي كده لحياتي، أنا عندي 32 سنة ومحدش لحد دلوقتي جه علشان يقول لي اسمك إيه حتى. حالي واقف، اتعلمت واشتغلت، لكن محدش بيتقدم لي. هفضل مستنية لحد إمتى؟ لحد ما قطر الجواز يفوتني؟ ما جاليش اللي أحسن منه يا ماما، وعلى يدك، مع إني حلوة بس مش عارفة حظي عامل كده ليه. ما تعرفيش يا بنتي المثل اللي بيقول: قعدة الحزانة ولا جوازة الندامة؟ بلاها جواز يا بنتي، الواد ده مش هيحافظ عليكي. اللي بتقولي عليه واد ده
متعلم برضه زي بالظبط، لكن الدنيا لطشت معاه. لطشت ايه بس؟ كان اشتغل اي حاجة بدل قعدته في الشارع. مش هو ده الراجل اللي هيحافظ عليكي؟ اعقلي ربنا يهديكي. بابا ادالي كلمة خلاص، وهم هيجوا يتقدمولي، موضوع وخلص. وبابا اقتنع وهيتقبل لما يشيل احفاده. عزيز الشخص الوحيد اللي اتمسك بيا وجاي يتقدم لي اكتر من مرة. امها سابتها وخرجت وهي بتقول: عليه العوض ومنه العوض يا رب، عليه العوض ومنه العوض. أسمهان بلغت عزيز إنه يجي يتقدم لها، وفضلت طول اليوم تظبط في الشقة لحد ما جه الليل، وجت عيلة عزيز علشان يتقدموا لها. وبعد ما ضيفوهم، أبو عزيز اتكلم وقال: احنا ندخل في الموضوع من غير لف ولا دوران، احنا جايين علشان نطلب ايد بنتكم لابني. حمزة رد وقال: ايه رأيك يا أسمهان؟ موافقة؟ الرأي رأيك يا بابا. انت عارفة رأيي، قولي رأيك. سكتت. فهمت يا بنتي، يبقى اقول ايه بقى؟ ما خلاص، مادام الشباب موافقة مفيش في ايدينا غير اننا نوافق. ردت دلال وقالت: ايوه صح، مادام الشباب موافقة يبقى على بركة الله، ومادام كده يبقى نتفق على المهر والقايمة والشقة يعني والحاجات دي. رد ابو عزيز: الشقة موجودة يا ام اسمهان، بنتكم هتقعد معانا في الشقة، الشقة كبيرة وتشيلنا كلنا. اما المهر الواد مش شغال زي ما انتوا عارفين، فهيجيب منين المهر يا حسرة؟ اما القايمة بقى فهنكتب ايه في القايمة؟ صحيح ما الشقة بتاعتي ولا ايه يا ام اسمهان؟ وضحك وقال: صح كلامي يا عروسة. ابتسمت اسمهان على ابتسامته وسكتت. ابوها مسكها من دراعها ودخلها الأوضة. ده مش هيجيب اي حاجة خالص، انت بتضحكي على ايه؟ دي جنازة مش جوازة، فكري يا بنتي لآخر مرة. دخلت عليهم دلال: مستو ايه يا بنتي الله يهديكي علشان توافقي على الكلام ده؟ دي قعدتهم تقيلة على قلبي. خلاص بقى، مادام انتوا شايفين انه مش مناسب. انت شايفة انه مناسب؟ سيبك مننا. بصت في الارض وسكتت. يبقى شايفة انه مناسب وانه لايق عليكي. تمام يا بنتي، تمام. خرجوا مرة تانية. ابو عزيز اتكلم وقال: البنت موافقة يا ام اسمهان؟ رد عليه حمزة: البنت هيتكتب لها مهر وقايمة، يا كده يا لا، واحنا نقدر نرفض لك طلب مع انها مش امكانياتنا، لكن ماشي يا حمزة، موافقين اننا نكتب، لكن مش هنجيب دهب، هنكتب بس. ما دام اتفقنا يبقى على بركة الله. الفرح الاسبوع الجاي، نعمل صوان في الشارع ونخلي اهل الحي يفرحوا، بلا خطوبة بلا بتاع. مبروك يا عزيز يا ابني. الله يبارك فيك يا بابا. بص حمزة لدلال بخيبة امل وسكت. ومرت الايام لحد ما جه وقت الفرح. دخلت عليها دلال: تعالي يا بنتي اقعدي جنبي. خير يا ماما؟ حبيبة قلبي، ليه يا بنتي عملتي في نفسك كده؟ فهميني، ايه السبب انك مصرة انك تتجوزي الواد ده؟ مفهوش ميزة يا بنتي، صرحيني. السبب ان مفيش حد بيتقدم لي. انا عايزة اتجوز، انا عايزة اتجوز وانا صغيرة. كفاية كده يا ماما، قطر الجواز هيفوتني والسن بيجري بيا. غير كده كمان عزيز بيحبني، كان بيعاكسني في الرايحة والجاية، وحاول يكلمني اكتر من مرة لحد ما وافقت ان اكلمه واتعرفت عليه. حبيته قوي يا ماما، بجد هو انسان كويس. انت عارفة، كان في واحد بيعاكسني اتخانق معاه وقال له دي تبعي، بيخاف عليا يا ماما. اطمني، هو بجد بيحبني وهيحافظ عليا. يا حبيبتي انت عاطفية، مش علشان قالك كلمتين حلوين ودافع عنك يبقى ينفع يفتح بيت. يا حبيبتي ما تجيش كده يا بنتي، الناس دي مش زينا ولا شبهنا. فكري، انت لسه على البر. بر ايه يا ماما؟ انا لابسه فستان الفرح والمعازيم تحت. قولي انك غيرتي رايك ومش هتجوز واحنا وراكي. ابوكي هيموت يا بنتي، قلبه هيقف من حزنه عليكي. ليه طيب يا ماما؟ مادام انا سعيده. لكن اطمني، لما يشوف ان عزيز كويس وهيعيشني كويس هيطمن. يلا بقى يا ماما، المعازيم مستنيينا. وسابتها وخرجت. اكبر عدو للانسان هو نفسه يا بنتي. وفعلا اتكتب الكتاب واتجوزت اسمهان من عزيز. وبعد الفرح حمزة ساقت حالته ومسك قلبه وأغمى عليه. بسرعة خدته دلال للمستشفى، وبعد الكشف عليه خرج الدكتور وقال: مع الأسف جات له جلطة في القلب، أصله شكله كده اتعرض لحاجة ضايقته جامد. أيوة يا دكتور، مع الأسف اتعرض. حس بخيبة أمل من أقرب الناس ليه. ربنا ما يكتبها على حد. أصعب ابتلاء هو خيبة الأمل، كفيلة تموت قلوب. أنا هعمل كل اللي أقدر عليه وربنا يشفيه إن شاء الله. يا رب يا دكتور، يا رب. لو حصل له حاجة
أنا هخصم الدنيا كلها. أسمهان هي وعزيز في أوضتهم، سمعت حد بيخبط على الباب ولسه قايمة علشان تفتح. بتعملي إيه يا أسمهان؟ أنت عروسة، ما ينفعش تطلعي، غير كده عيلتي كلها بره، هما اللي يفتحوا يا قلبي. عندك حق يا حبيبي. وهما بياكلوا سمعت صوت جارتها اللي اسمها هنا وهي بتقول: الراجل شكله هيموت يا فوزية، جات له يا اختي سكتة قلبية وبيقولوا حالته حرجة، ربنا يشفيه يا رب، راجل كمل وملاك، مراته هتتجنن عليه، بتحبه قوي ومتعلقة بيه قوي. ردت فوزية أم عزيز: ربنا يشفيه يا رب، لكن ما حبكش يتعب غير في يوم جواز بنته. ازاي اخش لمرات ابني واقول لها ان ابوكي بيودع؟ صعب قوي دي. يوم فرحها هو يوم دخوله المستشفى. احيه. اسمهان سمعت كلامهم ولسه هتخرج. رايحة فين يا بت؟ هتفضحينا. سيب دراعي، انت مش سامع بيقولوا ايه؟ بابا تعب بسببي، بسبب جوازي منك، انا لازم اروح له. وانت مفكرة اني هوافق على حاجة زي كده؟ مفكرة اني هوافق انك تخرجي من بيتي وانت عروسة وفي اول يوم؟ انا مش باخد الاذن منك، ده بابا. وسحبت دراعها وجت تخرج. وقفت قدامها فوزية بعد ما خرجت هنا من الشقة وقفلت الباب. مالك يا بت؟ عايزة تفضحينا؟ ومن اللي هيسمح لك تخرجي وانت عروسة؟ ومش اي عروسة، ده انت عروسة ابني عزيز على سن ورمح. ايه الطريقة البلدي دي يا طنط؟ سن ايه ورمح ايه؟ طنط؟ طنط ايه يا ام طنط؟ ما توقف مراتك عند حدها يا عزيز، احسن اناولها. تناوليني ايه؟ انا مش فاهمة. اناولك ايه؟ قلت لك يا ابني البت دي مش شبهنا، اسألي جوزك وهو يقولك يا حبيبتي. ما تحاوليش تضايقي ماما، انت فاهمة؟ وبخصوص هتناولك ايه؟ هتناولك قلمين على وشك. ايه؟ قلمين على وشي؟ انت واخدني من بيت مش من شارع. بابا عمره ما فكر يمد ايده عليا. مامتك انت تضربني؟ بقولك ايه يا اسمهان، ما تخلينيش اتعصب عليكي من اول يوم. ما اسمهاش امك ولا طنط، دي مامتك زي ما هي امي، بعد كده تقولي لها يا ماما، فهمتي؟ انت بتتكلم معايا كده ليه؟ ايه الوش ده؟ انا عمري ما شفت اسلوب ده معايا. عزيز، انا حب عمرك، انت نسيت ولا ايه؟ حب عمري، تعرف الاصول علشان ما نزعلش من بعض. ماشي يا حبيبتي، يلا على جوه. وبابا يا عزيز ده في المستشفى وحالته حرجة. ينفع يا بنت الاصول تسيبي جوزك وتمشي في يوم فرحك؟ الناس تقول ايه؟ الصباح رباح، بكره نروح نشوفه. يلا يا قلبي على الاوضه. دخلت معاه وهي موتيه راسها. اما دلال فكانت مستنيه جوزها طول الليل لحد ما طلع عليها الصبح، وجالها الدكتور وقال لها بحزن: كان نفسي اطمنك لكن مفيش في ايدي حاجه، البقاء لله. حطت ايديها على قلبها وقالت: البقاء لله، وما دايما لوجه الله، راحة عند اللي احسن مننا كلنا. في اللحظه دي اسمهان كانت راحت المستشفى هي وعزيز. فين بابا يا ماما؟ خسرت ابوكي وخسرت امك يا اسمهان، مش هعرف اسامحك يا بنتي. انا هرجع البلد وهبقى جنب ابوكي لحد ما ربنا ياخد امانته، واتمنى نكون غلط وانتي الصح، مع اني مش حاسه بكده، لكن اتمنى ربنا يسامحك يا بنتي على انك السبب في كسرة قلوبنا. ربنا يسامحك. وسابتها ومشيت وسافرت البلد وفضلت هناك. ومع مرور الوقت وفي يوم من الايام عزيز دخل على اسمهان الاوضه، لقاها بتعيط. يخرب بيت النكد، متجوز عشان اضحك وافرح، لكن انا فين والفرحه فين؟ انا مكتوب عليا ان اتعامل مع الستات اللي تغم. يا بنتي حرام عليكي، بلاش غم، وقومي هزي هزتين. على فكره انت سوكي قوي. اهز ايه والكلام ده ايه؟ مسكها من ايديها وقال لها: انا سوكي يا ام سوكي. عزيز، ايه اللي انت بتعمله ده؟ انت ماسك ايدي؟ انا اتحديت عيلتي علشانك. وانت مفكره ان انا اتجوزتك ليه؟ يا اللي اتحديتي عيلتك علشاني. انا اتجوزتك علشان فلوس ابوكي وعلشان مركزه وعلشان شغلك. فلوس ابويا؟ انت بتقول ايه؟ انت ما اتجوزتنيش علشان بتحبني؟ حب ايه يا بنتي وكلام فاضي ايه؟ الحب ايه؟ مادام كده انا هتطلق منك، وفلوس ابويا وفلوسي مش هتاخد منها حاجه. روح شوف حد غيري تستغله. وبعد ما تسيبيني يا حلوه هتروحي فين؟ هتروحي لامك اللي اتبرت منك ولا هتروحي لابوكي؟ سيبني بقى. وزقته: اوعى تجيب سيره ابويا على لسانك. في اللحظه دي مسكت راسها وقعت على الارض مغمى عليها. شالها بسرعه ووداها المستشفى. الدكتور خرج وبلغه انها حامل. مبروك، مراتك حامل. عزيز بفرحه وسعاده: بجد يا دكتور؟ اسمهان حامل؟ اسمهان نزلت دموعها وكلمت نفسها وقالت: انا حامل ازاي؟ يعني كده انا مجبره اني اعيش معاه؟ ده عقاب.
سامحني يا بابا، أنا غلطت. ورجعت معاه البيت عزيز بصوت عالي وبسعادة: يا ماما، يا بابا، البشرة، أسمهان حامل، باركولي. يا ما انت كريم يا رب. تعالي يا بنتي اقعدي، ما تقفيش كتير. عزيز، اوعى تعامل مراتك وحش، دي بقت خلاص ام عيالك. صحيح يا اسمهان، هو ورثك من ابوكي قد ايه؟ اصل البيت بقه مفتوح على الاخر. ايوه انا خدت ورث من ابويا، لكن مش هدي ورثي لحد، ده ليا انا ولعيالي يا طنط. عزيز لسه بيقرب منها، وقفت قدامه فوزية فاتكلم وقال: هو انا مش قلتلك ما تقليش ادبك على امي؟ وامي هي امك، طنط ايه وبتاع ايه؟ خافت اسمهان وجريت على اوضتها. فوزية قالت: بالراحة يا عزوز، مراتك حامل وهرموناتها مش مظبوطة، واحدة واحدة عليها. واستمر الحال والمعاملة على كده لحد ما مرت شهور. راحوا علشان يكشفوا على اسمهان. الدكتور بلغهم انها حامل في توأم، بنت وولد. فوزية زغرتت: يا ما انت كريم يا رب، توأم؟ هبقى جدة لطفلين يا عزوز. ربنا يبارك فيك يا دكتور. عزيز كان بيحاول انه يهتم بيها، لكن هي خلاص بقت بتنفر منه ومن عيلته. وفي ساعة غضب: ابعدوا عني، ابعدوا عني بقى، بلاش تمثلوا انكم بتحبوني. امه قالت لها: بالراحة على نفسك يا قلبي، علشان اللي في بطنك. انتوا بتعملوا فيا كده ليه؟ بتقربوا مني كده ليه؟ علشان اديكم ورث ابويا؟ مفكرين ان علشان حامل هضطر اسكت؟ تكتموا على نفسي واسكت؟ لا، انا مش هسكت، مش هسكت اكتر من كده. انتوا كتمتوا على نفسي كتير لحد ما انفجرت. ما هو طبعا لازم تفرحوا اني حامل، زي ما قلت يا طنط، البيت بقه مفتوح، لكن مش انا اللي هسد جوعكم بورث ابويا، وانت وابنك تعيشوا عالة عليا. فوزية قربت منها بتهديد: بقول لك ايه يا بت انتي، انا خلقي ضيق، عمال اقول حامل حامل، لكن للصبر حدود عينيا. انا السبب في كل اللي انا فيه. انا كتبت لنفسي الحياة دي من ساعة ما وطيت راس ابويا. ودخلت اوضتها وكانت بتعيط، وكانت بتكلم نفسها وبتقول: لازم امشي من هنا، لازم انجب نفسي واخرج من الحياة دي. لو ما كانش علشاني فعلشان اطفالي. واول ما جه الليل وكل اللي في البيت كانوا نايمين، لمت حاجتها وبصت لجوزها وهو نايم: اديتك قلبي لكن كسرته، كل ده بسبب كسرة قلب ابويا، سامحني يابا، سامحني. وفعلا مشيت وخدت ورثها من ابوها، وفضلت تتنقل من فندق لفندق، ورفعت خلع على جوزها. ومع مرور الوقت اتحكم في القضية، واتطلقت اسمهان من عزيز، واشترت بورثها شقة صغيرة. في الشقة الجديدة اتعرفت اسمهان على جارتها حكمت، وفي يوم جات لها زيارة: مالك يا بنتي قافلة على نفسك كده ليه؟ مش عايزة احتك بحد ولا تسبب في متاعب لحد، شكلي كده لعنة على كل الناس اللي بعرفهم. ايه يا بنتي كمية البؤس ده؟ وايه حكايتك؟ وايه اللي موصلك لليأس ده؟ مش حرام عليكي؟ ولو ما كانش علشانك فحرام علشان البيبي اللي ببطنك. اللي مصبرني على الحياة دي هو البيبي اساسا. حكايتي طويلة، تعالي جوه احكيلك، لكن يا رب ما تزهقي مني ومن حكايتي. ما تخافيش، مش هزهق، قولي يلا وفضفضي. وبدأت اسمهان تحكي لها كل اللي حصل لها من البداية للنهاية. اتعاطفت معاها حكمت: ياه، ايه ده كله يا بنتي؟ كل ده عشتيه؟ كويس انك عارفة تقفي على رجليكي، والحمد لله انك خدتي قرار الخلع وخلصتي من جوزك ده. سيبك من الهم وتعالي كلي معانا انا وجوزي، انا عاملة محشي وبط، انما ايه يستاهلوا بقك. ربنا يباركلك، بس مش هينفع، خليكم على راحتكم. راحت ايه بس؟ تعالي تعالي. وراحت معاه لشقتها. جوز حكمت اسمه ياسر. معاكي ضيوف ولا ايه؟ ايه ده، مش حضرتك جارتنا الجديدة اللي ساكنة جنبنا؟ ايوه انا، اسفة اني ازعجتكم، قلت لحكمت بلاش، لكن ايه يا بنتي مالك؟ ايه المبالغة دي؟ يلا ادخلي كتري سفرتنا. وهم قاعدين بياكلوا اسمهان قالت: ممكن اسأل سؤال؟ اسألي يا غالية. هو فين اطفالكم؟ عند جدتهم ولا ايه؟ حكمت دمعت وقالت: يا ريت، لكن مع الأسف أنا مش بخلف. رد عليها ياسر وقال: ليه يا حبيبتي الدموع دي؟ كل ده بتاع ربنا، مفيش في ايدينا حاجة. أنا أسفة، ما كنتش أعرف بجد، أنا أسفة والله. حكمت مسحت دموعها وقالت: ما تتأسفيش، يمكن ربنا وقعك في طريقنا علشان ناخد بالنا منك وعلشان عيالك. يا ريت تبقوا عيلتي وتبقوا عيلة لأطفالي. هنبقى عمري ما هكون في مقام أبوهم، لكن هبقى عمهم، وأنا هبقى عمتهم. ولا أقولك بلاش،
أصل العمة دي مش بتبقى محبوبة، خليني خالة. كلهم ضحكوا. وبعد ما مشيت أسمهان سأل ياسر حكمت: إيه قصتها دي؟ حكت حكمت قصتها وتعاطف معها ياسر. وفي يوم كان نازل لشغله لها ماسكة شنط كتير، خد منها الشنط وقال لها: إيه اللي بتعمليه ده؟ انت كده بتتعبي نفسك، دي شوية شنط قليلين يعني. جبت شوية أكل وطلبات للبيت، لسه واخدة شقة جديدة وبحاول أجيب حاجة حاجة. طلع معاها وحط الشنط قدام شقتها. ما تتعبيش نفسك علشان انت حامل، يا تنادي عليا يا على حكمت، لكن ما تشيليش حاجة تاني، فاهمة؟ شافتهم حكمت: في حاجة ولا ايه؟ انت بخير يا أسمهان؟ شفت يا ستي، وانا نازل لقيتها طالعة بشنط، شكلها كده عايزة تسقط نفسها. عقلي صاحبتك، انا رايح الشغل، اجيب لكم حاجة وانا جاي؟ تسلم يا حبيبي، عايزة سلامتك. وانت يا ام العيال، حابة اجيب لك حاجة وانا جاي؟ شكرا، ربنا يبارك لك. هو انت بتشحتي يا بنتي؟ احنا اخوات، بتتوحمي على حاجة؟ في حاجة معينة اجيبها لك وانا جاي؟ تسلم، مش عايزة، لو عوزت هطلب، مش هتكسف، انتوا خلاص بقيتوا عيلتي. طيب انا هروح الشغل، يلا خلي بالكم من بعض. وبالليل وأسمهان بتظبط شقتها خبطت حكمت على الباب: افتحي يا أسمهان. وأول ما فتحت لها قالت لها بصدمة: انت بتعملي ايه يا بنتي؟ انت عايزة تسقطي نفسك؟ ما تهدي شوية على نفسك. جه ياسر من وراها وقال لها: انا كده هربط ايدك ورجلك. في الوقت ده أسمهان مسكت بطنها وبدأت تصوت: في ايه مالها؟ دي شكلها بتولد يا ياسر. بتولد؟ شالها بسرعة وركبها على العربية ووداها على المستشفى. وهما في الطريق حكمت اتكلمت: اتصل بحد من عيلتك؟ اتصلك بمامتك؟ لا ما تتصليش، كفاية اللي عملته فيهم، كفاية اللي عملته ببابا. ماما لو شافت حالتي دي واللي عمله عزيز هتجيلها سكتة قلبية زي بابا. كفاية اللي عملته فيهم. وفعلا جهزوها ودخلوها أوضة العمليات. ياسر وحكمت كانوا واقفين متوترين لحد ما خرج الدكتور وولدت أسمهان طفلين. حكمت شالت طفل وياسر شال الطفل التاني، وكانوا في قمة السعادة. سألت حكمة الممرضة: أسمهان أمهم بخير؟ بخير، احنا بنجهزها علشان تخرج من العمليات. وبعد ما خرجت أسمهان خدت أطفالها في حضنها. حبايبي. ياسر قال لها: شبهك أوي العيال دي. شبهي أنا؟ إزاي؟ بص كده على البنت، هتلاقيها شبه حكمت بالظبط، حتى اسمها حكمت. بجد؟ هتسميها حكمت؟ أسمهان بصت للطفلة وقالت: خالتك حكمت. اتأثرت؟ قولي لها أنا حابة اسم حكمت ومش هلاقي اسم أحسن من ده علشان أتسمى بيه. ربنا يبارك لك فيهم يا رب، يا رب يا حكمت، يبارك لنا فيهم. طيب قوليلي هتسمي الولد ايه؟ أنا واحدة بحب الديمقراطية، لازم أسأل قبل ما أسمي. ومسكت الطفل وقالت: حبيبي، عايز تتسمى ايه؟ ليك مطلق الحرية. ابتسم ياسر وحكمت. ياسر قال لها: ها، قالك ايه على كده؟ قال لي عايز اسمي يبقى ياسر، مش هلاقي اسم أحسن من كده. يا سلام. وضحكوا كلهم. حكمت اتكلمت مرة تانية: معلش يا أسمهان، هقلبها غم، لكن لازم أبو العيال يعرف إنك خلفتي علشان نعرف نسميهم. كشرت بوشها وقالت: أنا عارفة، ومش عارفة هحل المشكلة دي إزاي. تلاقيه بيدور عليا زي المجنون. اوعي تفقدي ابتسامتك وتزعلي نفسك علشان خاطر عيالك، احنا معاكي ومش هنسيبك لوحدك، ما تقلقيش. ربنا يبارك لي فيكم، بجد انتوا احسن حاجة دخلت حياتي. تمام، يبقى نبلغ ابو العيال، ولما نشوف ايه اللي هيحصل كل خير يا ياسر، ان شاء الله هيحصل كل خير. اتصلت أسمهان بعزيز: الو، انا أسمهان يا عزيز. أسمهان؟ غريبة، ايه اللي فكرك بيا؟ قلت مش هشوفك بعد ما طلقتيني في المحاكم زي الولاية، ليك عين تتصلي بيا؟ عزيز، انا لسه والدة ومش قادرة اسمعك، تعال شوف عيالك مهما كان انت ابوهم. في انهي مستشفى يا أسمهان؟ هبعتلك لوكيشن، مستنياك. وفعلا جه عزيز وبص بغرابة لياسر وحكمت: مين دول؟ خلص إجراءات المستشفى علشان أخرج يا عزيز، وبعد كده أعرفك عليهم. وفعلا خلص إجراءات المستشفى وسمى العيال زي ما أسمهان كانت عايزة بياسر وحكمت، ورجع معاها لبيتها. يلا بقى على بيتنا. بيتنا؟ بيت ايه يا ابو بيت؟ انا عمري ما هرجع لك. مسكها من ايديها جامد وقال لها: يعني ايه مش هترجعي؟ انت مفكره اني هسيب عيالي مع واحده زيك باعت اهلها في ثواني؟ انت حقير، انت حيوان، بتذلني بايه ها؟
بتذلني إني خسرت عيلتي بسببك؟ ربنا ينتقم منك. هو أنت مصدقة نفسك يا اسمهان؟ مصدقة نفسك بجد؟ مش بسبب خسرتيهم يا روحي، دي بسبب قلة ربايتك، وانت ما عندكيش كرامة. ازاي انت طالعة كده؟ وليه ما طلعتيش زي ابوكي وامك؟ كانوا ناس محترمة. انت ابتلاء يا بنتي، ده بسببك انت هيخشوا الجنة، وانا مش هسمح لعيالي يبقوا زيك. مش عايزهم زيي، وعايزهم زيك انت يا عواطلي. زقها على الارض فصوتت، وبالصدفة سمعت حكمة وياسر صوتها. جريوا عليها يخبطوا على الباب. فتح لهم عزيز: انا ومراتي ما تتدخلوش، روحوا يلا على شقتكم. ياسر زقه وقال له: ما نتدخلش ايه يا حيوان انت؟ بتمد ايدك على واحدة ست؟ فين رجولتك يا ابني؟ ومراتك مين؟ هي مش دي طليقتك؟ جرى ايه؟ هو انت حطيت عينك عليها ولا ايه يا ابن عمي؟ ما يصحش وانت معاك واحدة زي المدمزيل كده مراتك. حكمة قالت: انت حيوان، هو انت فصلتك ايه يا ابني؟ ازاي بتتكلم بالشكل ده؟ ازاي بتفتري على الناس بالسهولة دي؟ في الوقت ده ياسر بلغ الشرطة وحرروا ضده محضر بعدم التعرض. أسمهان قررت تبعد عن ياسر وحكمة علشان تبعدهم عن مشاكلها. وفي يوم خبط ياسر على الباب. فتحت له: بتتهربي مننا ولا إحساسي كاذب؟ انهارت من العياط: بتهرب منكم، مش عايزة أحطكم في مصايب. كفاية بابا مات بسببي، كفاية إني سبب في حزن أمي. أنا لعنة، لعنة على كل المحيط بيا. زادت أكتر في البكا. ياسر ما حسش بنفسه غير وهو واخدها في حضنه. انت نعمة للي يفهمها ويقدرها. ما تشيليش نفسك الغلط والذنب، انت مالكيش ذنب في أي حاجة. بعدت عنه بسرعة وهو جري راح على شقته. ومرت الأيام والشهور، وياسر بدأ يحس بإحساس مختلف ناحية أسمهان. وأسمهان كمان بدأت تحس بنفس الشعور، لكن كانت بتحاول تشغل نفسها مع عيالها وتقول لنفسها: ما ينفعش، ما ينفعش أخون صاحبتي والناس اللي فتحوا لي بيتهم. وفي يوم درجة حرارة ابنها ارتفعت وما كانتش عايزة تنزل. خدته علشان تكشف عليه، وكانت شايلة كمان أخته. قابلها ياسر: رايحة فين؟ الولد حرارته عالية ومش عايزة تنزل، هروح لأي دكتور. طب يلا بينا، يلا تعالي معايا على العربية. لا لا، هروح لوحدي. يلا يا أسمهان، ما تتعبيش قلبي معاكي. وفعلا راحوا كشفوا على الطفل. انهارت أسمهان وقالت: أنا مش عارفة أبقى أم وأب ليهم، أنا فشلت. شش، ما تقوليش على نفسك كده، انت أجدع ست عرفتها. بصي يا أسمهان، أنا عارف اللي هقوله ده غلط، وبحاول أمنع نفسي إني أفكر بالشكل ده، ومش عارف إزاي أنا بقيت أفكر كده، لكن أنا حبيتك وعايزة أبقى أب لعيالك. بتقول إيه يا ياسر؟ ومراتك؟ مش هنقول لها، أنا بجد اتعلقت بيكي وأنا شايف نفس الإعجاب في عينيكي. سكتت أسمهان: يبقى إحساسي صح، مش هنقول لها وهبقى سند ليكي. مش غلط اللي هنعمله ده؟ هو غلط لكن مش حرام. تقبلي تتجوزيني؟ ياسر انت بتصعب عليا قوي. هكرر طلبي، تقبلي تتجوزيني ونحارب وندافع عن مشاعرنا مع بعض. سكتت شوية وقالت: أقبل، موافقة يا ياسر. وفعلا كتبوا الكتاب واتجوزوا. وبعد كتب الكتاب قال لها: كل ما احاول اعرف اجيلك هجيلك. ماشي، اهم حاجة حكمة ما تعرفش. واستمرت حياتهم انهم بيحاولوا ان حكمة ما تعرفش بجوازهم، لكن تعامل ياسر مع حكمة اختلف وبقى فيه برود في علاقتهم. وفي يوم قالت له: مالك يا حبيبي، بعيد عني كده ليه؟ ما احنا قاعدين جنب بعض اهو على نفس الكنبة، في ايه يا حبيبتي؟ بعيد ايه وبتاع ايه؟ مش البعد ده اللي انا اقصده، قصدي بقولك ايه، روحي اعملي اكلة حلوة وبلاش اوهام على اخر اليوم. ماشي يا حبيبي، حاضر، هقوم اعمل اكل. لحد ما في يوم ياسر وهو راجع من شغله نزل ونسي تليفونه. حكمة خدت التليفون وفتحت الباب علشان تديهوله، فلقت ياسر داخل عند أسمهان. وقفت مكانها من غير ما تتحرك، وتلقائي نزلت دموعها. هو بجد اللي أنا شفته ده جوزي مع أكتر حد وثقت فيه في حياتي؟ راحت لهم ورجلها مش شايلاها وخبطت على الباب. ارتبكت أسمهان وقالت: مين؟ افتحي يا أسمهان، افتحي يا خطفت الرجالة، جوزي بيعمل ايه عندك؟ افتحي. ارتبكت أسمهان وبصت لياسر. ياسر فتح الباب، وأول ما دخلت حكمة ضربت أسمهان بالقلم على وشها: فتحتلك بيتي، اعتبرتك أختي، ده جزاتي؟ حكمة هدي أعصابك، ابعد عني،
ازاي تعمل فيا كده؟ اسمهان مراتي زي ما انت مراتي. انت بتقول ايه؟ مراتك؟ طيب كويس، اتهنى بيها، اوعى تفكر تقرب مني، عمري ما هسامحك ابدا. واللي بينا خلاص انتهى. وسابتهم وخرجت. ياسر بص لأسمهان وقال لها لازم اروح وراها، مش هقدر اجيلك لحد ما تهدى اعصابها. احسن تعمل في نفسها حاجة وتطلب الطلاق، وانا بحبها. وسابها ومشي. ابتسمت أسمهان وقعدت على الأرض. بيقول لي أنا بحبها وهبقى أجيلك. أنا إيه اللي عملته في نفسي ده؟ لازم المهزلة دي تنتهي. خدت عيالها وعرضت الشقة للبيع ورفعت قضية خلع، وراحت البلد لمامتها اللي أول ما شافتها: ماما احميني من نفسي، ولو ما عرفتيش تحميني ومشيت في طريق غلط وعصيت كلامك، ربي عيالي وخليهم زيك وزي بابا. ماما ممكن تستقبليني أنا وولادي في بيتك؟ ادخلي، بس مش علشانك، علشان عيالك. عاشت أسمهان مع مامتها، وكل ما كانت بتنادي على ولادها كانت بتفتكر اللي حصل، وكأن أساميهم بقت عقاب ليها. واتحكم في قضية الخلع واتطلقت من ياسر. حاول ياسر مع حكمة كتير إنه يرجعها، لحد ما في يوم قالت له: مش هينفع يا ياسر، مش هينفع، مش هنعرف نكمل حياتنا بعد ما فقدت الثقة فيك. طلقني، مش هسمح بده، علشان خاطر العشرة اللي ما بيننا طلقني. وعلى فكرة، مش انت بس السبب في اللي حصل، انا كمان السبب. اني سمحت بدخول حد غريب البيت، واني سمحت انك تختلط بيه. كل ده كان غلط، وانا كان لازم ادفع ثمنه. طلقني علشان افتكر لك حاجة حلوة، مش عايزة يبقى اخرة علاقتنا المحاكم. ياسر دمع وقال: انت طالق يا بنت الاصول، واسف اني كنت سبب في حزنك وكسرة قلبك. ومشي. دمعت حكمة وقالت: بيت شعر كانت بتحب تكرره بينها وبين نفسها. كلماتك الجرحة كانت كسيف حاد في قلبي، تمنيت أن تقتلني ولا تجعل قلبي غارقا في دمائه. الجروح قد تلتئم عزيزي، ولكن جروح القلب لا يمكن التئامها. ولحد هنا خلصت حكايتنا. يا رب تكون عجبتكم ونالت رضاكم، ولو عجبتكم ما تنسوش اللايك والشير مع أصحابكم. أشوفكم في حكاية جديدة قريب إن شاء الله.